تابعنا هذا الشكل النضالي الغير مسبوق اللي يقوموا به الإخوة المعطلين في المجموعات كاملة، واللي مستمرين في مظاهراتهم لأكثر من سنتين. هذه المظاهرات اللي ما لحقت الشيء وشنو في الظاهر من خلال الحوارات المتعددة. لاحظنا من البداية الإنزال الأمني القوي، وبالتالي المعقاربة الأمنية هي اللي حاضرة. كانت هناك محاولة للحوار مع رئيس الجهة اللي قال على أنه ما عنده شيء للمعطلين. المعطلين مهددين على انهم تشغيل والله عنهم يحرقوا انفسهم. نحن في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان من هذا المنطلق هذا نطالبوا بحفظ حقهم في الحياه وحقهم في التشغيل والحياه الكريمه. نتمنوا على ان هذه المساله تنتهي بحقهم في التوظيف وتنتهي بطريقه سلميه، عوض من على انها تتحول الى دراما كبيره جدا وجدا، خصوصا على ان كنشوفوا الطريقه باش تم التدخل على عائلات اللي كانت في مؤازرة المعطلين، واللي التدخل عليها كان عنيف. نتمنوا على ان الضحايا ما يكونوا بشكل كبير، ونتمنوا ايضا على ان هذه المسألة هذه تمر في اجواء ديمقراطية، ما دام عندهم حق في المطالبة بالتشغيل بكل الطرق الممكنة. شكرا.